السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق النادي الأهلي السعودي حوالين العالم. محتاجين حد من إدارة الأهلي السعودي يقول لنا إيه اللي بيحصل. من ساعة ما النادي الأهلي السعودي خد لقب دوري النخبة، دوري أبطال آسيا، والأمور رايحة في سكة مش مفهومة. امبارح النادي الاهلي السعودي نزل بيان رسمي على تويتر وقال ان ماتياس سيسيلا هو مدرب الاهلي السعودي، وان يتبقى في عقده سنة ونص لحد صيف 2026، وان احنا خلاص معانا مدربنا ماتياس سيسيلا. ولكن النهارده كل الصحف بتؤكد انه تم التعاقد مع أليجيري. معلومات صادمة حول أزمة يايسيلا في الأهلي السعودي. وأنا قلت لكم أكتر من مرة، مفيش دخان من غير نار. مفيش حاجة اسمها خبر كده يتداول على كل الصحف العالمية والعربية وحتى الأجنبية والله، ويبقى الخبر ده مصدره مش حقيقي. لا، هو مصدره حقيقي. شهد ملف استمرار المدرب الألماني ماتياس سيسيلا في منصبه مدربا للنادي الأهلي السعودي تطورا جديدا، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار النادي بيانا رسميا للرد على الشائعات المتداولة حول رحيل مزعوم ليسيلا عن الفريق. وسلط برنامج المنتصف على قناة الإخبارية السعودية أمس الأحد الضوء على مستقبل ماتياس سيسيلا على رأس الجهاز الفني لبطل آسيا، في ضوء استمرار الجدل بشأن رحيله عن النادي رغم الموسم التاريخي. أنا عايز أقول لكم إن الموسم التاريخي هو السبب وراء إن يايسيلا ما يكملش. وهتفتكروا كلامي بكرة، هتفتكروا كلامي بعد المباراتين المتبقيتين للأهلي السعودي في الدوري، وهتلاقوا مدرب آخر يدرب الأهلي ولاعبين آخرين، ومن ضمن اللاعبين دول كريستيانو رونالدو. أنا عارف إن الكلام صادم، ولكن هي الحقيقة، هو الواقع. الإعلامي والناقد الرياضي الأستاذ ماجد الفهمي فجر مفاجأة جديدة عندما أشار إلى أن يايسيلا واللاعبين يريدون استمرار المدرب الألماني في منصبه في الأهلي، ولكن الإشكال يكمن في المسؤولين في مجلس الإدارة، هم لا يريدون ماتياس سيسيلا أن يستمر في منصبه. وقال الفهمي: الخبر الأول الذي أستطيع تأكيده أن ماتياس سيسيلا يريد الاستمرار مع الأهلي، والخبر الثاني هو أن اللاعبين متمسكون به. ولكن عندما نعلم أن إدارة النادي الأهلي حددت المعسكر الخارجي للتحضير للموسم المقبل دون استشارة يايسيلا، فهنا يصبح الأمر واضحا، وهو أن الأخير بات خارج اهتمامات النادي. النادي الأهلي اختار مكان للمعسكر التحضيري بالتنسيق مع المدرب الجديد، وهو المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجيري، وتم التعاقد مع أليجيري لتدريب الفريق. ولكن ما تجب الإشارة له إلى أن أليجيري تم عرضه على نادي الهلال ونادي الاتحاد ونادي النصر، ولكن هم لم يوافقوا، فبالتالي صعب ان احنا نعلن عن الأمر إلى الآن. الوضع صعب. وعايز أقول لكم إن هناك شخص بعينه هو اللي تعاقد مع أليجيري داخل إدارة النادي الأهلي السعودي، وأنا هقول لكم هو مين وأمري إلى الله. ولكن كريستيانو رونالدو وبشكل أقرب للرسمي أهلاوي. قبل ما أكمل كلام، أنا ضد الكلام ده. أنا ضد انتقال كريستيانو رونالدو للأهلي. كريستيانو رونالدو صاحب 40 عام، واللي دلوقتي هو علاقته مضطربة مع ناديه الأم النصر أو ناديه السعودي النصر، وكل الشواهد بتؤكد أنه سيرحل إما لسبورتنج لشبونة، إما لتشيلسي الإنجليزي، إما لجالاتا سراي التركي، إما لأحد الأندية في الدوري الأمريكي عشان يلعب في كأس العالم للأندية، وقد يكون إنتر ميامي. ولكن كل الشواهد بتؤكد ان كريستيانو رونالدو حابب ان هو يكمل داخل الدوري السعودي.
تحديدا مع النادي الاهلي. والخبر بيقول ان الصحف السعوديه رصدت ان النادي الاهلي السعودي هو النادي الاقرب لانتقال كريستيانو رونالدو، لانه يريد استقراره في السعوديه، وان النادي الاهلي هو الخيار الانسب تحديدا، وان النادي مليء بالنجوم وهو يحاول استقطاب نجوم اخرى، وهيكون عنده مدرب كبير غير ماتياس سيسيلا وهو أليجيري، وهو الغريم المحلي للهلال وللنصر والاتحاد، وهو اللي واخد لقب دوري ابطال اسيا، وبالتالي هو الاقرب. بعيد وبكرر، انا ضد انتقال كريستيانو رونالدو للاهلي السعودي قولا واحدا. انتقال كريستيانو رونالدو للاهلي معناه نهايه الاهلي، معناه نهايه النادي بدون نقاش. ولا تقول لي محرز، ولا تقول لي جالينو، ولا تقول لي ماكسيمان، ولا تقول لي ايبانيز، ولا تقول لي مندي. كل الناس دي هتسخط، كل الناس دي هتسخط. تقول لك اشمعنى كريستيانو؟ انت جايب كريستيانو عشان يبقى الكابتن علينا وعنده 40 سنه ولاعب عالمي. طبعا انا فاهم كويس ان الاهلي السعودي عايز يوقع مع كريستيانو مش لاي سبب غير لسبب تسويقي واعلامي، عشان قيمه النادي تعلو، وعشان نبيع التيشيرت بتاع كريستيانو مع الاهلي السعودي. طبعا هو الاعلى مبيعا في تاريخ الكره السعوديه تيشيرت كريستيانو مع النصر، فهم عايزين يكملوا. بس وانت بتكمل بيع لتيشيرت كريستيانو بالاهلي، افتكر كويس جدا انك بتبيع النادي وانك بتضيع النادي. الاستاذ الاعلامي سلطان العتيبي ادلى امس بتصريحات ناريه وقويه جدا جدا رغم تتويج الاهلي السعودي بلقب دوري ابطال اسيا دوري النخبه، ولكن قال وبشكل رسمي ان احد الاشخاص داخل اداره الاهلي السعودي هو من وقع مع أليجيري دون الرجوع للاهلي السعودي ودون الرجوع لاي شخص. قال الاستاذ سلطان العتيبي مشكله الاهلي شخص واحد وهو مديره الرياضي لي كونجرتون، واذا رحل ستتغير امور كثيره في النادي، وما سمعناه ان لديه عرضا من ميلان الايطالي، فارجو من الاداره تركه يرحل. وتسبب لي كونجرتون في حالة من الغضب بين جماهير الراقي، خاصة بعد محاولة التفاوض مع ماسيميلانو أليجيري المدير الفني السابق ليوفنتوس لتولي تدريب الأهلي، وهذه الخطوات أثارت الكثير من التساؤلات ودفعت الجماهير إلى المطالبة بعدم إقالة المدرب الحالي ماتياس سيسيلا. على أي حال المشكلة واضحة، لدينا شخص اسمه لي كونجرتون واضح أنه هو أكبر من الأهلي، ولدينا مشكلة هي أن ماتياس سيسيلا يريدنا ولكننا لا نريده كإدارة الأهلي. ولدينا مشكلة أن هناك أشخاص تفكر في التوقيع مع كريستيانو رونالدو، وهذا سيضيع النادي الأهلي للأبد. دمتم في أمان الله، كل التوفيق للأهلي بعيدا عن كريستيانو وبعيدا عن لي كونجرتون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.